يا جماعه ما هو في شاب دلوقتي رايح ياكل عيش هو واسرته، كل ده شقه ومجهود وتعب وفلوس مدفوعه. دول المحافظه بصوا عاملين فيا ايه؟ شاب 27 سنه شقيان اهو، شاب 7 انا مش قادر اتكلم. يمكن من اصعب المواقف اللي ممكن تمر على اي راجل فينا انك تلاقي راجل زيك بيعيط من القهر وقله الحيله، تبقى واقف قدام مشروعك اللي دفعت فيه دم قلبك واللي واقف بسببه على رجلك وانت مش قادر تعمل حاجه وهو بيتكسر قدامك، وحلمك وكل شغلك ومجهودك وصرفك وتعبك بالايام والليالي بيضيعوا قدام منك. الشاب اللي حضرتك بتشوفه قدامك دلوقتي على الشاشه اسمه محمد عبد الخالق، عمره 27 سنه، من اسكندريه. محمد هو واخوه ووالدته واسرته عملوا مشروع، المشروع ده عباره عن قاعه افراح على احد الشواطئ في اسكندريه، وقام متاجر حته ارض من نقابه الاطباء بتطل على البحر. الارض دي اتاجرها في شهر 1 اللي فات، يعني لحد توقيتنا هذا 7 شهور متاجر الارض دي. محمد وعلى حسب كلامه كان ملتزم بدفع الايجار كل شهر لنقابه الاطباء بدون اي مشكله، لكن محمد اتفاجئ بعد 7 شهور ان في حمله من المحافظه اللي هي محافظه اسكندريه على القاعه بتاعته او على المكان بتاعه، وبيصادروا كل المعدات وبيشيلوا كل الحاجات اللي موجوده على الارض بتاعه القاعه، اجهزه اناره ومعدات صوت كلها بتتحمل على عربيات وحاجات بملايين بتتكسر قدام منه وشقى عمره. ايه يا جماعه انتوا بتعملوا كده ليه وفي ايه حاصل؟ قالوا له ان نقابه الاطباء في خلاف ما بينها وما بين المحافظه، قالوا انه بسبب مديونيات على نقابه الاطباء للمحافظه او خلاف عموما اداري بين الجهتين، والموظفين بتوع المحافظه جايين ينفذوا قرار اداري. شاب وقتها زي ما شفت في الفيديوهات انفجر من العياط والقهر وفضل يقول طب وانا ذنبي ايه؟ يا جماعه روحوا حاسبوا النقابه، انا ما حدش قال لي ولا اداني اي اخطار بحاجه زي كده. النقابه واخده مني 4 مليون جنيه على مدار المده اللي انا اتاجرت فيها ارض القاعه. محمد فضل طول الفيديو يستسمعهم ومش قادر يجمع ولا يقول كلمتين على بعض انهم يسيبوا اي حاجه من المعدات وما يكسروش المكان. عدتي كلها هناك اهو، انا مش قادر اتكلم، عدتي اهو، عدتي اهي بيتاخد شقه عمري اهو، شقه عمري بيتاخد، خلاص شقه عمري بيتاخد. لكن طبعا ما حدش سمع له، وكسروا المكان واخدوا العده واخدوا السماعات واجهزه الاضاءه وحملوها على العربيه. المهم وسط التجاؤل اللي حاصل ده وتنفيذ القرار الاداري فضل يقول للناس اللي هم بتوع النقابه يا جماعه اتكلموا، انتوا مش واخدين مني 4 مليون جنيه. لكن طبعا بتوع النقابه واقفين ما بيتكلموش، وبتوع المحافظه او الحي بينفذوا شغلهم. عندك شك ان احنا دافعين ملايين للنقابه؟ 4 مليون دفع 4 مليون جنيه استاذ يوسف من النقابه اهو. طيب شايف حقنا. وعلى الرغم من كل التوسلات اللي توسلها محمد لبتوع الحي علشان يسيبوا الحاجه بتاعته او يلمها في مده مثلا، يعني ما حدش سمع للراجل. بالعكس محمد فضل يقول بصوت مش قادر يطلعه شقى عمري كله راح، حرام كده تعبي وشقايه يتعمل فيه كده. لدرجه ان اخوه اسمه عمرو تقريبا طلع وقال ان محمد ادعوا له لانه دخل المستشفى وضغطه عالي جدا. وهنا في سؤال يا جماعه، لما في خلاف ما بين المحافظه وما بين النقابه على حته ارض، ازاي النقابه تاجرها لاسره بالكامل مصدر رزقهم يجهزوها ويصرفوا المبالغ دي كلها ويدفعوا ايجارهم بالتزام ويتسابوا طول الفتره دي كلها، وفي الاخر الطين هو اللي يشيله المستاجر؟ وازاي المستاجر ما ينظرش؟ محمد بيقول ان محدش انظره او اختاره انه يخلي المكان، ان لو محمد تم اختاره او حد انظره بانه يخلي المكان فهو يستاهل انه ما اخلاش المكان. لكن على حد قول الراجل وعلى حد الفيديوهات المنتشره هو متفاجئ من اللي بيحصل. انا مش ضد ان القانون او القرار يتنفذ، ولكن اليته عامله ازاي يا جماعه؟ ما هو في شاب دلوقتي رايح ياكل عيش هو واسرته، بصوا حتى بعين الرحمه بروح القانون اخطره، اديله اسبوع مهله يلم فيها حاجته. ما احنا مش هنقوم الصبح نبني عليها مشاريع. نفذ القرار وطبق القانون بالشكل اللي انت شايفه صح، ولكن في الاخر ده شاب بيروح يعمل ايه؟ اديله فرصه وامكانيه انه يلم حاجته، ومن بعدها اما ياخد حاجته يروح يفتح في اي حته تانيه بشكل قانوني بقى. كل ده شقه ومجهود وتعب وفلوس مدفوعه. خد بعين الاعتبار ان ده شاب في مقتبل عمره. يعني محمد لو كلامه صح انه لم يتم اختاره وانه متاجر من النقابه، فمحمد ذنبه ايه؟ الاسره بالكامل اللي بتاكل عيش والناس اللي شغاله في المكان ده ذنبهم ايه؟ وما جاش طالب المحافظه بانك توفر له فرصه شغل، ده بالعكس ده هو اتاجر ونفع النقابه وكمان شغل ناس في المكان ده. بكرر لك للمره المليون انا مش ضد تطبيق القانون والقرارات اللي بتصدر عن المحافظه، لكن يا جدعان الاليه يبقاش اسهل حاجه عندنا نخش ندغدغ ونكسر ونلم الحاجات، محدش استفاد حاجه، بالعكس زودت البطاله اشخاص زياده. ارجو من حضراتكم انكم توصلوا صوت محمد كشاب مصري طلع ياكل عيش بالحلال، ما اجرمش ما عملش مصيبه. يا جماعه ارجوكم لو سمحتوا وانتوا بتطبقوا القانون خلي بالكم من الشباب، خلي بالكم من الناس اللي بتكافح، خلي بالكم من الناس اللي حاولت